ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هتكلم عن موضوع كان في حد طلبه مني، ازاي نتعامل مع الطفل الوحيد. طبعا انا مش متخصصة في علم النفس مثلا او حاجة، بس انا كل الموضوع ان انا بنقل خبرتي البسيطة مع ان انا ام لطفل واحد. وكمان ممكن تكون مش احسن حاجة، بس دي احسن حاجة انا اعرف اعملها، فانا بشارك معاكم الخبرة البسيطة دي. اول حاجة عايزين نتفق ان احنا ما نحسش ان احنا عندنا مشكلة، يعني او انه يا عيني اصل الطفل وحيد او كده. يعني في ناس اصلا دلوقتي كتير بتقرر ان هي تبقى عندها طفل واحد وما تجيبش اطفال تاني، او بقى سواء دي يعني ربنا ما أردش انه يرزقنا بطفل تاني، وفي كل الاحوال طبعا هي ارادة ربنا، فمش عايزين نحس ان هي يعني مشكلة او حاجة. ليه ما نحسش انها مشكلة؟ عشان هي فعلا مش مشكلة، وعلشان ما نبتديش احنا نتعامل مع الطفل بطريقة اوفر، اللي هو ايه، طول الوقت اصله عيني لوحده يا حرام يا حرام، هنغلط واحنا هيبقى بيتدلع زيادة عن اللزوم. هو نفسه الطفل، الاطفال اذكياء، فهيلقط ان احنا مقفورين كده معاه، فهيبتدي يشتغلنا. فطبعا يعني احنا في غنى عن الكلام ده. احنا عايزين نستمتع واحنا بنربي ولادنا، ما تبقاش تأدية واجب وخلاص ولا كده. استمتعي وانتي بتربي ولادك، ومتعيهم برضو، علشان نفضل احنا يعني ذكرى حلوة كده في حياتهم، ويفتكرونا دايما بالحاجات الكويسة. نحبهم وندلعهم وكل حاجة، بس في حدود. مش معنى ان هو طفل واحد ان طلباته كلها تبقى مجابة. في حاجات بنقول عليها وفي اوقات بفهم انه لا ما ينفعش، لا ما فيش فلوس، على حسب سن الطفل. احنا دلوقتي الفلوس يعني مثلا انا ساعات ابني يقول لي انا عايز كذا، انا عايز، طلباته كتيره، فاقول لا انا معيش فلوس. يقول لي لا انت معاكي فلوس. اقول له الفلوس اللي معايا دي تكفي ان انا اكل ونشرب وكده، يعني الحاجات الاساسيه مش بتاعه لعب، وهكذا. فاحنا في فرق بقى بين ان انا ادلعه زياده عن اللزوم، وان انا بدلعه الدلع العادي اللي هو بمتعه في حياه باباه ومامته يعني. دي حاجة. الحاجة التانية ان طبعا لازم يكون الطفل الوحيد ده عنده مجتمع بتاعه، يعني ايه، يكون عنده اختلاط بأطفال تانية اكتر من الأطفال اللي هم اصلا عندهم اخوات. لان الطفل الوحيد بيفضل فاهم ان الحاجة بتاعته لوحده. هيروح ملاهي مثلا بره، هتلاقيه عايز اللعبة حاجة بتاعته ليه لوحده، فمش عايزينه يطلع اناني. لما هيتواجد في وسط مثلا حضانة، في سن الحضانة قبل المدرسة، يعني ما تقوليش هوديه حضانة ليه، انا قاعدة في البيت وما ورايش غيره مثلا، لا، وديه علشان يختلط بناس تانية، يشوف اطفال تانية، يعرف انه مش كل حاجة ليه لوحده، لان بطبيعة الحال انت في البيت لعبه كلها ليه. يعني لازم يكون في حدود كده، يبقى عارف انه خلاص لا، انت الحاجة دي مش بتاعتك لوحدك، دي بتاعت كل الاطفال اللي معاك. بيبتدي يكون صداقات، لازم توجديه في مناسبات، اعياد ميلاد، تجمعات عائلية يكون فيها اطفال، وهكذا. في سن المدرسة نفس القصة برضو. حلو ان هو يتعلم المشاركة، وان هو يبقى بيشارك اصحابه اعياد ميلادهم. لو برضو الامهات متجمعة وهيخرجوا، تخرجوا معاهم علشان يكون في اختلاط، ويبقى عنده صداقات، ويتعلم فكرة ان هو يبقى يكون صداقات من وهو صغير. كمان تقدري مثلا فكرة إن اللي هو العطاء، يعني ان هو يكون عنده العطاء، مش ان هو ياخد بس وما يديش. ابعتي معاه مثلا وليكن في المدرسة حاجة، فشار مثلا زيادة، اي كيك، يبقى معاه الحاجة بزيادة علشان هو يدي اصحابه
ويبقى عنده الفكرة دي موجودة يعني في القاموس بتاعه، انه يشارك مع اصحابه ان شاء الله حتى ستيكر، الحاجات البسيطة دي. كل فترة كده يخليه يتعلم ان هو ياخد حاجة ويوزعها على زمايله، ان هو لما يكون في مناسبة وعيد ميلاد ينزل معاكي وينقي هدية، ويبقى فاهم ان هو يعني فكرة المشاركة دي حاجة مهمة جدا. برضو فكرة ان هو يتصدق، ويعني في شوية حاجات كده دي لازم نعلمها لولادنا، سواء بقى طفل وحيد او كذا حد. نيجي بقى لجزء تاني، لما الأطفال بتكبر شوية بيبتدي يسألك هو أنا ليه ما عنديش اخوات، أو أنا نفسي يبقى عندي اخوات، عشان شايف زمايله وقرايبه عندهم اخوات والكرتون وكل حاجة يعني. فأنا عن نفسي شايفة إن احنا نتكلم بشكل مبسط، نفهمهم ليه ما عندهمش اخوات، إن ربنا هو اللي بيعمل لنا كل حاجة حلوة، وربنا عارف ايه احسن حاجة لينا وبيعملها لنا. فربنا ما بعتش تاني بيبي تاني او اخ او اخت تاني، فاكيد ده الخير لينا. وكل ام بقى بتكون عارفة يعني ايه الطريقة اللي توصل لطفلها المعلومة بشكل مبسط، وانه احنا ما عندناش مشكلة، يعني عادي انت لوحدك ما عندكش اخوات، بس بقى عندك اكتر من الناس اللي عندها اخوات، اللي عنده اخ 2 3، انت بقى عندك 5 6 10 اللي هم قرايبنا، ولاد خالتك ولاد عمك ولاد خالك، اصحابك في المدرسة، كل دول اعتبرهم اخواتك. فانا هو ده اللي انا بعمله مع ابني. ما عنديش حاجة تاني اقولها غير استمتعي بحياتك وبحياة وانتي بتربي ابنك او بنتك. متعوهم واستمتعوا بتربيتهم، وربنا يبارك في ولادنا كلنا. واتمنى يكون الفيديو افادكم، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جاي قريب. مع السلامة.